السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اول حاجه نبداو بها هي الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف ما كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم في بيتزا حلوه بالنيوتيلا وبالجبن، كتجي رائعه. ندوزو الطريقه والمكونات بلا ما نطول عليكم. غادي نحتاج فيها كاس ديال الحليب ويكون دافي، عندي ملعقه ونصف ديال السكر، عندي ساشي ديال الفانيلا وملعقه كبيره ديال الخميره. انا استعملت هنا الخميره الفوريه، الا كانت عندك هي الخميره المعجونه حتى هي ديريها. هنا غادي ندير كاس ديال الدقيق وغادي نخلط هاد المكونات مزيان تينسجموا ليا مع بعضياتهم صافي، وغادي نغطي عليهم غنخليهم يختمروا صافي. كتوصل هاد القوام هذا صافي كنغطي عليهم وكنخليوهم حتى كتتفاعل ليا هاد المكونات هذه تقريبا المده ديال واحد 15 دقيقه بحال هكاك صافي. وغادي نرجعوا باش نكملوا العجين ديالنا صافي. هنا من بعد ما تفاعلات ليا ديك المكونات كي لاحظتوا غيبانوا لكم واحد الفقاعات، وهذا الخليط هذا بحال ختامر. غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال الزيت، واحد شويه الملحه، واحد القبيصه هكا ديال الملحه صافي. وغادي نمزج هاد المكونات وغادي نجمع بالدقيق. الكميه الدقيق غادي نحتاجها في هذا العجين تقريبا المجموع هو 2 الكيسان. ضفت كاس يعني في المرحله الاولى وكاس في المرحله الثانيه. وهنا غندير شويه ديال الزنجلان، تقريبا واحد المعلقه ديال الزنجلان هكا يكون محمر صافي. هنا غادي تحتاجوا كما قلت لكم يا اما 2 ديال الكيسان اولا 2 الكيسان وربع على حسب النوعيه ديال الدقيق. بالنسبه للعجينه ما تجمعوهاش تتولي قاصحه، راه كتبقى تلتصق. غادي ندهنها هكا بشويه ديال الزيت وغادي نغطي عليها تتختمر ليا المره الثانيه صافي، تيضاعف الحجم ديالها صافي. هنا من بعد ما اختمرات ليا وتضاعف الحجم ديالها كيولي على هذا الشكل هذا صافي، كنحيدوا منها داك الهواء اللي فيها وكنبداو نخدموا بها صافي. كتجي على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للزنجلان الا ما بغيتوش ديروه راه لكم الاختيار، يعني تقدري تستغناي عليه صافي. هنا غادي ناخذ شويه ديال الدقيق وغادي نطلق العجين ديالي، غادي نطلقها رقيقه وغادي نوريكم السمك اللي غادي نحتاجو في هاد البيتزا هادي صافي. هنا غادي نطلقها. بالنسبه لهاد البيتزا هادي راه سبق لي شاركتها معكم، ولكن كنت زينتها هي بالكريم باتيسير بالشوكولا والكريم بالكاكاو والكريم باتيسير العاديه، ودرتها بالجبن. هاد المره درتها بالنيوتيلا. غادي نخلي لكم الا بغيتوا الرابط ديال الفيديو اللي قبل غنخليه في صندوق الوصف. هذا هو السمك من بعد ما كنطلقوها، هذا هو السمك ديالها، يعني كنطلقوها رقيقه. ناخذ واحد صفر بيضه مع شويه ديال الخل وشويه ديال النسكافي اولا قهوه سريعه الذوبان اي نوعيه صافي. وكندهنوا الوجه ديالها حتى هاد المرحله هذه ديال اصفر البيض حتى هي كتبقى اختياريه، يعني تقدروا تدخلوها طيب بلا هاد اصفر البيض صافي. غناخذ واحد الفورشيط هكا وغادي نتكها مزيان كامله. حاجتي فيها انا ما تجيش غليظه بزاف، يعني تجي شويه، ما تجيش عاليه بزاف وما تجيش ثاني رقيقه بزاف صافي. وغادي ندخلها الفرن حتى كطيب ليا، راه دغيا كطيب البنات، وكنشعل عليها من الفوق بواحد السرعه كطيب، يعني ردوا معاها البال حيت هي ديجا رقيقه وعاد كاين هذاك صفرة البيض وهذا دغيا كتحمر صافي. هذا هو الشكل ديالها. كنقطعها، هذا هو السمك ديالها كيفاش كتجي من بعد ما كطيب، وكتجي هشيشه. الاهم كتجي خفيفه وهشيشه صافي. هنا من بعد ما قطعتها بالنسبه للتزيين كيف ما قلت لكم كيبقى اختياري هو صراحه. هاد البيتزا هاد الحلوه هادي بالنيوتيلا راه قمه الروعه صراحه، كتجي غزاله ما يمكنش الدراري كيحماقوا عليها صافي. هنايا غادي ندير النصف ديالها بالشوكولا والنصف ديالها غنديرو بالجبن. وهنايا غادي ندير الجبن كيف ما قلت لكم. بالنسبه لهذه اللي بالجبن صافي غادي تزينوها باي فاكهه عندكم. انا كما غتلاحظوا معايا غادي نزينها بالبنان وغندير ليها شويه ديال
اللوز ايفيلي، كان بقى عندي واحد شويه درت لها اللوز ايفيلي وحمرته. بطبيعه الحال ضروري تحمروا عاد تزينوا به هكا باش كيعطيكم ديك البنه وديك القرمشه صافي. ودرت عليها شويه ديال صوص كراميل وشويه ديال بافو من الفوق. بالنسبه ديال النيوتيلا غادي تزوقوها باي بسكوي عندكم. انا درت فيها كيسكات ودرت واحد الحبيبات هكا ديال البسكوي في الالوان صافي. وهذا هو التزيين ديالها، راه كلشي موضح في الفيديو. كنتمنى هاد الوصفه هذه ديال اليوم اولا هاد البيتزا الحلوه، يعني واحد الفكره مختلفه هكا كتبدلوا بها هكا الوليدات. كنتمنى انها تعجبكم، وما تبخلوش عليا بالضغط على زر الاعجاب بطبيعه الحال اللي عجبها الفيديو، وبارطاجيو الفيديو ما امكن مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. واستودعكم الله الى فيديو جديد ان شاء الله.